الفيديو ده لكل اصحابي متابعين سوق العمل من شمال سيناء. هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات دلوقتي عامله مبادره مع جامعه العريش. المبادره اسمها تنميه قدرات شباب شمال سيناء، وهدفها تنميه مهارات الطلبه والخريجين من شباب المحافظه في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتاهيلهم لسوق العمل، وده من خلال 3 برامج. اول برنامج وده بيكون لتعليم المهارات الاساسيه في الكمبيوتر واللغات وبرامج الاوفيس واساسيات الامن السيبراني. تاني برنامج بقى وده ضمن مبادره مستقبلنا الرقمي، وده بتختار فيه واحد من 3 تراكات: ديجيتال ماركتنج، ويب سبيشاليزيشن او داتا اناليسيس. اما ثالث برنامج وده عباره عن برنامج تدريبي لطلبه حاسبات ومعلومات وكليه هندسه الالكترونيات، وده مدته 120 ساعه، عباره عن 90 ساعه تكنيكال و30 ساعه سوفت سكيلز. ال 90 ساعه بتتكون من موديولز كتير زي الاي اي وكلاود كومبيوتنج وغيرهم، اما ال 30 ساعه الباقيه هتتعلم فيها اهم المهارات اللي تاهلك لسوق العمل. المبادره لكل طلبه الجامعات والخريجين اللي عايشين في شمال سيناء واللي اعمارهم بتتراوح من 16 ل 40 سنه، ما عدا البرنامج الثالث اللي خاص بطلبه حاسبات ومعلومات وهندسه. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر هسيب لكم لينك فيه كل التفاصيل والتسجيل في الكومنتس. دلوقتي عايز كل اللي بيتابعوني من شمال سيناء يقولوا لي هيختاروا اي برنامج من الثلاثه، ولو عايز تسلك اكتر في سوق العمل تابعني على كل المنصات. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.